مسلسل ونوس هو من أنجح وأفضل المسلسلات المصرية يمكن في تاريخها كله. طبعا في مسلسلات مصرية اتعملت ناجحة جدا، ولكن مسلسل ونوس هو بيعتبر واحد من أنجح المسلسلات دي. عقد الشيطان اللي بيكتبه ابن آدم مع الشيطان عشان يسلموا روحه ويسلموا كل حاجة، وعشان ابن آدم يرتكب كل الموبقات في هذه الدنيا. وده اللي داير عنه مسلسل ونوس من بداية الحلقة الأولى. العقد اللي لازم ياقوت يمضيه مع ونوس. احداث المسلسل بتبدأ سريعة جدا عن شخص يبدو له ان هو شخص هزيل وضعيف وبيشتغل كالناس في الشارع، ومع تتابع الاحداث بنكتشف ان الشخص ده ليه بيت وعيلة. ولما نتعمق في الاحداث اكتر، مش كتير يعني، في نص الحلقة التانية كده هنعرف ان الشيطان هو اللي خلى الشخص ده يوصل للحال ده. ونوس بنينا القصر شجرة التفاح. بعد ما الشخص ده مشي في سكة الشيطان وعطاله الشيطان كل النفوذ وكل الفلوس وكل حاجة محتاجها، لحد ما الشخص ده فجأة فاق وقرر ان هو يزهد الدنيا ويزهد عياله حتى. ولا اتفقت معاك على اتفاق وخدعتك؟ انا اللي خدعتك يا مخادع. انا مش مخادع، انا صحيح اتفقت معاك على اتفاق بس رجعت فيه عشان ربنا. ولكن زهد الشخص ده لولاده عمره ما هينفي حتة ان دول ولاده، وان اكيد هيجي وقت كده قلبه هيحن لهم ان هو يرجع يشوفهم تاني. وده اللي لعب عليه الشيطان دخل بيت ياقوت عشان يلاقي له ملكة يرجعه بيها تاني لطريق الشر اللي كان ماشي فيه من قبل كده. والنوس بيظهر في حياة ولاد ياقوت فجأة، بيظهر على انه راجل صديق للعيلة من زمان وصديق والدهم ياقوت. انا صاحب ابوكم والنوس، ماما تعرفني. ما كناش بنفترق لحظه من ايام ما كانت نشرح لسه بضفاير قد الكتكوته دي. وبيبدأ يشوف كل عيل من عيال ياقوت ايه نقطة ضعفه وبيلعب على نقطة الضعف دي. عزيز مثلا وحبه للفلوس، وفاروق لحبه للشهرة ولو على حساب الدين، ونرمين اللي نقطة ضعفها ابنها اللي هي مستعدة تعمل اي حاجة عشان يرجع يمشي على رجليه تاني. وزوجة ياقوت انشراح اللي العمر جري بيها بعد ما جوزها سابها، وفنت كل حياتها في ان هي تربي الاولاد دول وتطلعهم بالشكل ده. ونوس لما بيخش للعيلة دي بيخش لهم من حتة ان والدهم كان سايب لهم قصر كبير جدا كان شريك فيه مع ونوس ده، والقصر ده بس واقف على امضة ياقوت، وان هو لقى ياقوت بعد العمر ده كله. وبدون اي مقدمات، عزيز اللي بيحب الفلوس مش هيسأل ان ابوه ده جاب القصر منين او هو ورثه من مين اصلا. وبيبدأ عزيز في رحلته ان هو يلاقي ياقوت عشان يخليه يمضي على القصر وياخد فلوس كتير تحلله ازمته في الجواز من بنت خالته. ولكن في واحد من ولاد ياقوت كان بس نفسه يشوف ابوه، نفسه يحس بحنان ابوه، وهو نبيل المطرب، واللي ما جاتش معاه الحيلة بتاعت القصر دي، ولكن هتيجي معاه حيلة تانية. هيخش له الشيطان من حلم وشغف وهيخليه يغني في الكباريهات. اما بقى فاروق ما كانش فارق معاه ان هو يلاقي ابوه ولا يلاقي القصر ولا يلاقي اي حاجة. كل اللي كان فارق مع فاروق ان هو يبقى ليه شخصية مستقلة بيه. فاروق مش لاقي نفسه في وسط العيلة دي، عشان كده والنوس بيخش على فاروق من حتة الدين. فاروق هو بيعتبر مدرس لغة عربية وملتزم جدا دينيا، وبينزل كل يوم يصلي في الجامع عشان يجيله بقى والنوس الشيطان الكبير ويوسوس له ويقول له انت مش مقامك بس تصلي في المسجد كده وتروح، لا ده انت لازم تقعد وتدي للناس دروس. الناس بيبقى في عينيها الفرحة لما بتشوفك، بيبقوا عايزين يبوسوا ايدك بعد ما تقول لهم على معلومة. وخلاه يروح لسكة التجارة في الدين. وكده ما بقاش فاضل الا نرمين وانشراح ودنيا بنت خالة عزيز واللي هيتجوزها. بيخش ونوس لنرمين عن طريق ابنها الصغير اللي مولود عنده مشكلة في رجليه ممكن أي طبيب يعالجها له عادي. والنوس بيخليها تلجأ للسحر والشعوذة عشان تحل مشكلة ابنها، بعد ما بيوريها بعينها هو ازاي هيخلي ابنها ده يخف ويقوم بالسحر والشعوذة والكذب. كل واحد من ولاد ياقوت بقى عنده اللي يلهيه، وبقى عنده حياته الخاصة اللي ملهي فيها. عزيز بالقمار وبجمع الفلوس وبالتدوير على أبوه، ونبيل في الشغل في الكباريه والرقاصة، ونرمين في السحر على أمل إن هي تحمي ابنها من أي حد بيسحر له، وخلاها تشك في كل الناس اللي حواليها عشان يكون البيت كله اتفكك. ما فاضلش بس غير انشراح اللي والنوس بطريقة ما هيقنعها ان هي تحبه. كل ده والنوس هيعمله عشان عقد اتفق معاه ياقوت ان هو هيمدهوله، عقد الشيطان اللي يسلمه فيه ياقوت روحه ويخليه ملك للشيطان او عبد ليه. لكن في نص طريق ياقوت زي ما قلنا ياقوت فاق وقرر ان هو يخلف الوعد مع والنوس. عشان كده
ونوس بيحاول ان هو يضيع كل ولاد ياقوت. والغريبه بقى ان كل ولاد ياقوت ما سالوش ورا الراجل ده ولا اتقصوا هو مين اصلا، لانه وشه بشوش. الاستاذ يحيى الفخراني فعلا اختياره في الدور ده كان موفق جدا. وش الاستاذ يحيى الفخراني كده بشوش جدا، ما يطلعش منه ان ده شخص شيطان ابدا، لدرجه ان انت اوقات في المسلسل ممكن تتعاطف مع الشخصيه دي. اداء عبقري من الاستاذ يحيى الفخراني خلاني اقتنع بيه لابعد حد ممكن. حتى في المشاهد اللي كان بيخش مبين ان هو ملهوف على العيله دي وغرضه مصلحتها، انا كنت خلاص هقتنع بيه. عمل الدور كما يجب ان يكون، لان في الغالب دور الشيطان بيروح للافوره شويه، دايما يركبوا له قرنين ويحطوا عليه كده اضاءه حمراء من كل حته ويطلعوه يضحك ضحكه شريره. صناع المسلسل دول كلهم سنبلوا المسلسل ده لابعد حد ممكن. المسلسل فعلا وانا بتفرج عليه خلاني اسال واقول هو ممكن الشيطان في الحقيقه يكون مقنع للدرجه دي كده؟ نرجع تاني للمسلسل. ونوس بيروح لياقوت عشان يقول له ولادك كلهم ضاعوا يا ياقوت، وكل واحد بقى ملهي في حاجه وبقى عبد الحاجه، اللي بقى عبد للشهره، واللي بقى عبد لموهبته ولشغفه، واللي بقى عبد لابنه، واللي بقى عبد للفلوس، عشان ياقوت يقرر ان هو يراجع نفسه تاني ويرجع لطريق الشر. في حيله ذكيه جدا من ياقوت. الاستاذ نبيل الحلفاوي بالمناسبه برضه كان اداؤه مبهر في المسلسل ده، السهل الممتنع كما يجب ان يكون. الحيله الذكيه بتاعت ياقوت دي هي انه يقول لونوس ان انا خلاص يا عم هعمل لك كل اللي انت عايزه، وهمشي في طريق الغلط تاني، وهمضي لك العقد اللي انت عايزه في مقابل بس انك تديني 3 ليالي، 3 ليالي ادوق فيهم حلاوه الدنيا واعمل كل حاجه. فقرر ان هو يعمل الحيله دي عشان ينقذ ولاده. ياقوت صلح كل حاجه خربها ونوس على عياله، راح الكباريه وكشف حقيقه الرقاصه لنبيل، وخلى نبيل يتصدم في الرقاصه دي ويسيب لها الكباريه ويرجع تاني البيت اللي هو سابه، البيت اللي بيعتبر هو الايمان الحقيقي. خد التاكسي من عزيز وخلاه يخسر كل فلوسه في القمار، راح لفاروق واقنعه ان هو بيدي معلومات دينيه وهو ما عندهوش علم اساسا، وخلاه يعتزل القناه ويرجع البيت هو واولاده بعد ما صاحب القناه الراجل المادي جدا طرده من القناه عشان مش هيجيب له اعلانات من التجاره بالدين. ياقوت كمان راح لبنته نرمين وخد منها ابنها وقطع لها كل الورق بتاع السحر اللي هي كانت بتعمله، وابنها بدأ يتعالج ويرجع تاني، وهي اخيرا بدأت تقتنع ان لازم ابنها يتعالج عشان يرجع يخف بجد، عشان ترجع تاني نرمين للبيت. اما بالنسبه لعزيز بقى اللي كان اتجوز دنيا بعد ما حصل بينه وبين اخوه وقيعه كبيره جدا، فبيرجع البيت عشان يقتل اخوه اللي الشيطان تمثل في صورته وشافه وهو خارج من اوضه مراته. ولكن هناك انشراح بتبدا تاخد منه السكينه وتهدي الدنيا خالص. والنوس بيحتفل اخيرا ان خلاص ياقوت قاعد قدامه وهيمضي العقد اللي هيسلمه فيه روحه. انه في اليوم المعلوم اتى المذكور الينا بارادته الكامله وروحه الخامله ونفسه التي انهكتها الملذات ليوقع بلا ضغط ولا تهديد على العقد ذي البنود كامله الوضوح بتسليم ما يملك من روح. وفي اخر لحظه وياقوت مسجون وخلاص هيمضي العقد، ياقوت بيختار ربنا ان هو يختاره في الوقت ده بالذات ويموت عشان ينقذه، لان ربنا عالم ان هو كان بيعمل كل ده بدافع ان هو يحمي ولاده ويرجعهم تاني لبيته. روح ياقوت كانت مع الشيطان خلاص هتمضي العقد، ولكن جسد ياقوت بيوصل بيته وبيموت على باب البيت. الشيطان اللي ما خلاش حاجه الا وعملها عشان يخلي ياقوت يمضي العقد ده، لدرجه ان هو راح لاكتر واحد صالح عند الحسين واللي خد ياقوت ورعاه ساعه لما كان تعبان، وبرضه لعب في دماغه وخلاه يكرش ياقوت. ولكن الراجل ده كان سبب بدعواته في الاخر ان ياقوت ينجو من امضة العقد دي، في ظل صوت عالي من ونوس ومعارضته لربنا ان هو ليه اختاره في الوقت ده بالذات قبل ما يمضي العقد. وقسم ونوس ان هو مش هيسكت وان في 100 ياقوت تاني هيعمل معاهم نفس اللي عمله مع ياقوت. بابا في مليارات ياقوت وانا مش هسيبهم، وراهم واحد وواحدة بعد كل التعب اللي تعبته. وعشان مين؟
مخلوق من طين. اداء مذهل من كل صناع المسلسل بصراحه، محمد شاهين ونيكولا معوض وحنان مطاوع طبعا ومحمد كيلاني وهالة صدقي ونبيل الحلفاوي وطبعا الدكتور يحيى الفخراني اللي عمل اداء بصراحه انا بشوفه من اروع اداءاته. ودايما الدكتور يحيى الفخراني اداؤه مميز في اي عمل بيقدمه. يعني مثلا لو هنجيب له دور كده شخص طيب زي شخصيه عباس الدميري وهنيجي نقارنها مقارنه بسيطه بونوس، ايه الابداع ده بتاع دكتور يحيى الفخراني؟ دكتور يحيى الفخراني هو قادر ان هو يقنعك ان هو شخص طيب، وقادر ان هو يقنعك ان هو شخص طيب برضه بس شيطان. سلام.